ما هو اعتماد زمان اللي خلانا نجيب السيرة هسه شنو؟ الصحفي سألني قال لي هل البرهان حيلاقي حميتي في جنيف؟ قلت له لاقي حميتي وين؟ حميتي ما مات زمان. حميتي مات. مات يوم كم حسب معلوماتك؟ هو طبعا ما مات في اليوم ذاك ذاته ودوه المستشفى، بعد ذاك نشوف كم يوم. الطياره ضربته يوم 17. والله هم بيقولوا في الحته الناس بتعمل سريع سامينها العمليات في الشارع بيت ختم كانت زمان. العمليات تابعه لجهاز المخابرات بس لما بين المطار والادله الجنائيه بس في ذلك المكان. هم طبعا لكن انا ما عارف اسرار خلاص، بس المهم عرفوه هنا وضرب هنا بالطياره. نعم. هاي بعد ذاك مات. الطيار بيقول نحن اصبنا العربيه خلاص. ممكن يكون ما فيها. لا ما ممكن يكون ما فيها دي، فيها دي. معلومه ما عارف فيها اسرار لكن معلومه مؤكده وفيها. هاي يعني هو مات متاكد انت؟ لا ما متاكد، لكن الصاروخ ده اصاب العربيه دي متاكد منها. انت ساعتك في تصريحك قلت انه هو مات وهزر الدكتور فلان الفلاني. خلاص انا جايك للتفاصيل هسه. ايوه لسه ما تكلمنا في التفاصيل. الان بنتكلم الان. طبعا شالوه ودوه مستشفى، قالوا مستشفى شرق النيل. وافادت واحده من الممرضات في شهاده لها موثقه يعني بالفيديو انه الحاله جابوا بها انه رجله اليمين مكتوره والعين الشمال فيها حديده خاشعه والسلسله الفقريه في الظهر مضروب يعني، وهو في حاله شلل رباعي يعني، شلل رباعي كامل. دي الحاله اللي دخل بها مستشفى شرق النيل. وافادت في شهادتها الموجوده في النت، عليكم والله مش مفتشوها، انه جتيم من الاطباء كان بيقودوا سليمان صالح فضيل يعني، لانه قريب حميتي هو. افتكر انه باقي القوات بتاعين الدعم السريع دايرين انه يشهد على الشيء الحاصل ده، وانه يتعامل له العلاج المناسب يعني. بس ده الحصل. وبعد ذاك مات. يقال برضه انه مات بعد ذاك بعد كم يوم يعني، ما في نفس اليوم ذاك، 3 4 5 يوم يقال انه طيب. مات بعد ذاك. يعني انت ساعتك كلامك الاخير مات ولا يقال مات ولا مات؟ شوف زول ضربته طياره ده والله يوم القيامه ذاته والله اعلم يقوم معك. دي شهادتي. طيب اذا كان حميتي مات بضربة الطائره كما ذكرت في 17 ابريل او مات بعد ذلك بعد الاصابه. نعم. الزول الظهر ده منه الان في كينيا وفي اوغندا هذا دوبلير يعني، انتوا ناس بتاع الاعلام، وفي اثيوبيا وفي غيره. انتوا بتاع الاعلام بتعرفوا الدوبلير يعني دوبلير. لكن الفرق بينه وبين حميدتي واضح، الزول ده طويل زي يوم السبت، حميدتي قصير. بس ده خليك من باقي الحاجات يعني. من عنده مصلحه في انه يمثل انه حميدتي حي؟ ده السؤال عليك الله تفتشوا لنا واساله السؤال ده، جايب لنا دوبلير لي. وانا بسالك نفس السؤال ده الان. والله ما عارف. الحكمه شنو في انه حميدتي يمكن دايرين يسيطروا على قواته، يمكن ما اعرف، يمكن دايرين القروش حقته كثيره دي، ما اي دونت نو، انا لا اعلم يعني.